صحتك بتهمنا. صحتك بتهمنا، برنامج طبي يهتم بصحتكم. نصائح طبية مع ضيوف مختصين في مجالات طبية مختلفة. صحتك بتهمنا كل أسبوع تمام الساعة 10 صباحا كل اثنين عبر ألوان. صحتك بتهمنا. معي أنا الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء الطبي. برنامج صحتك بتهمنا برعاية العيادة التخصصية للأمراض الصدرية دكتور محمد عبد الله عبد المنعم، أخصائي وماجستير الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء ومجمع الصحابة الطبي. الكشف المبكر عن أمراض السدة الرئوية بأحدث الأجهزة الطبية. العنوان شارع عمر المختار، دوار السامر، عمارة الشوا، الطابق الثاني، بجوار محطة شعث للبترول. جوال 0595 81 21 81. تليفون 288 3636. العيادة التخصصية للأمراض الصدرية. نهتم بصحتك. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا الطبي الأسبوعي صحتك بتهمنا. وكما عودناكم مستمعينا الكرام في كل حلقة ضيف أخصائي جديد ونقاشات مختلفة ومتنوعة. وبمناسبة اليوم العالمي للسل الرئوي 24 مارس من كل سنة، استضفنا اليوم الدكتور القدير الدكتور وليد داود، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء الطبي ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في فلسطين. موضوع الحلقة عن أمراض السل، كل ما يشملها، ونبذة تاريخية عن مرض السل ومدى انتشار هذا المرض عالميا، وما طرق الانتقال المرضى والعدوى، وما هي أعراض المرض، أيضا التشخيص والعلاج والوقاية. بداية نرحب بالدكتور وليد، الدكتور المميز دائما في عمله وعلمه. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لك على حضورك لهذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا. دكتور وليد، بداية دعنا نعرف المستمعين الكرام ما هو مرض السل، لأنه الجميع يسمع السل بما أنه ليس منتشر كثيرا في بلدنا. كثير من المستمعين لا يعلمون ما هو هذا المرض. دعنا بداية نعرف ما هذا المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السل هو من الأمراض المعدية المنتشرة على مستوى العالم، وهو مرض معدي يسبب عن طريق بكتيريا السل. السل له عدة أسماء في اللغة العربية، ممكن نقول السل أو الضرن أو التضرن. نعم. طبعا المرض هذا يعني قديم جدا تاريخيا، وأول ما اكتشف منذ آلاف السنين في المومياء المصرية تقريبا 7000 سنة قبل الميلاد. تم التشخيص البكتيريا في هذه المومياء، مما يدل على أن هذا المرض قديم جدا منذ آلاف السنين. حقيقة المرض كان في القرون القديمة يعتبر من الأمراض الأكثر انتشارا والأكثر فتكا، وكان يعتبر مرض قاتل، ويعتبر 11 أمراض قاتلة قديما. أما الآن فلم يعد كذلك، أصبح أقل بكثير من الماضي، ونسبة الوفيات قلت، ولم يعد قاتلا بالدرجة الكبيرة، ولكن أصبح ممكن علاجه ومنعه والشفاء منه بفضل التقدم العلمي في طرق التشخيص والأدوية الحديثة. نعم دكتور، تحدثت عن انتشار المرض، فما مدى انتشار المرض عالميا ومحليا؟ حقيقة المرض منتشر في كل دول العالم، ولا سيما في الدول الغير متحضرة والدول النامية. يعني احنا دول العالم بنقسمها إلى دول متحضرة ودول غير متحضرة ودول نامية. طبعا الدول الغير متحضرة أو
ووضعها اقتصادي والاجتماعي سيء، بيكون في ازدحام، في سوء تغذية، في قلة الدخل. هذا الوضع يؤدي إلى نقص في المناعة، والمرض هذا يعتبر ينتشر في هذه الدول اللي بيكون فيها نقص في المناعة زي جنوب شرق آسيا، زي بعض دول إفريقيا. إنما الدول النامية اللي هي زي فلسطين، دول الشرق الأوسط، الدول هذه بيكون أقل نسبة حدوث. في الدول المتحضرة زي بريطانيا وأمريكا طبعا نسبة الحدوث أقل بكتير. عالميا حوالي 9 مليون حالة سل موجودة، وتقسم دول اللي هو نسبة حدوث السل إلى دول عالية الحدوث، ودول متوسطة الحدوث، ودول قليلة الحدوث. احنا في فلسطين يعني الحالات اللي عندنا أقل، وتصنف فلسطين من الدول القليلة الحدوث. وحنقع في منطقة منظمة الصحة العالمية تقسم دول العالم إلى 6 مناطق، منها منطقتنا اللي هي منطقة دول شرق المتوسط، وهم 22 دولة من إيران شمالا شرقا إلى المغرب غربا. نعم. تحدثت عن مدى انتشار المرض عالميا ومحليا. إذا يعني في فلسطين اللي فهمنا من حضرتك دكتور أنه كمية ضئيلة في انتشارها في فلسطين، يعني كم تعادل نسبيا هذه الكمية؟ يعني لو تحدثنا نرجع للتاريخ سابقا، في من 50 سنة في فترة الستينات والسبعينات كان عدد الحالات يعني يمكن 300 و400 و500 حالة في السنة، كان رقم كبير شوية. نعم. لكن في بداية التسعينات، الثمانينات والتسعينات بدأ العدد يقل إلى أن وصل إلى 40 تقريبا حالة في السنة. والإحصائيات اللي في آخر 10-15 سنة عندنا بتتراوح نسبة الحالات ما بين 30 إلى 45 حالة سنويا، مقسمة بالنسبة لغزة تلتين الحالات في غزة والتلت في الضفة، عكس العدد السكاني. العدد السكاني في الضفة التلتين وفي غزة التلت، لكن لو قلنا 40 حالة بطلع 15 في الضفة و25 في غزة تقريبا. معظم الإحصائيات آخر إحصائية اللي هي 2016 كان الحالات وصلت إلى 59 حالة، منها 44 في غزة و15 في الضفة. طبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي أقل مستوى من وضع الضفة الغربية، الازدحام، قلة الدخل، سوء التغذية يمكن منتشر في غزة أكثر، وهذا يسبب انتشار المرض أكثر. ولكن بأي حال فهو نسبة قليلة بمعدل حالة لكل 100,000 أو حالة ونص لكل 100,000 مواطن. وتصنف فلسطين من الدول القليلة الحدوث لمرض السل. نعم دكتور، يعني السل في فلسطين نسبة قليلة جدا والحمد لله. طيب دكتور، كيف طريقة العدوى تبعت المرض هذا، وهل هو خطير في طرق العدوى أم يعني كيف يصنف؟ يعني احنا اسمح لي قبل ما نقول طرق العدوى بحب أضيف إنه ليش إحنا قليل. يعني لو قارنا عدد حالات السل اللي عندنا في فلسطين مقارنة بالجيران زي الأردن ومصر، هنلاقي عدد كبير جدا في مصر، يعني يمكن يصل إلى 1,000,000 أو أقل حالة. في الأردن آلاف برضو موجودة في الأردن، لأنه إحنا ظروفنا بتختلف عن الأردن بالذات، لأنه إحنا مجتمع نقي، يعني ما فيش عنا ناس جايين من دول، مهاجرين من دول فيها نسبة السل عالية جدا. ما عندناش باكستانيين ولا هنود ولا ناس جاية. مثلا في الأردن بتلاقي فيه عمالة جاية تشتغل في الأردن من الهند، من باكستان، من يعني مناطق فيها نسبة السل عالية جدا. فإذا في مصدر للعدوى موجود. إحنا كلوزد كوميونيتي أو مجتمع منغلق، ما عندناش إحنا النون ناشونال اللي هم غير فلسطينيين وجايين من مناطق فيها نسبة السل عالية. حبيت أضيف الجزئية. يعني إحنا الحصار برضو فادنا في الموضوع هذا. يعني هو مش بالضبط هو لا، إنه ما فيش عنا ناس بتيجي من برا وافدين من مناطق مستورد فيها العدوى، من مناطق عالية الحدوث. طيب الحالات الموجودة عندنا حاليا من وين بتيجي؟
هل هي فعلا من كما تحدثت أنه من الفقر، من سوء التغذية، من المناخ؟ ما هذا بيطرح السؤال نفسه، ما هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ يعني هي معروف أنه السل يصيب الأشخاص قليلي المناعة لأي سبب من الأسباب. على سبيل المثال لو قلنا ال HIV أو مرض الإيدز، مرض الإيدز ملتصق بالسل إحصائيا وعالميا، أنه كل 5 عندهم إيدز 1 بيجيله تي بي، وبيكون تي بي قاتل لأنه المناعة هنا واطية جدا. لكن احنا الحمد لله حالات الايدز قليلة جدا. في اسباب اخرى، الناس اللي عندهم سكر وغير متحكم فيه uncontrolled، الناس اللي عندهم نقص امراض المناعة كتير، نقص المناعة، اللي عندهم كانسر، اللي عندهم صحيح مثلا اورام، اللي عندهم فشل كلوي، اي اسباب تؤدي الى نقص المناعة تؤدي الى حدوث مرض السل. نعم. بعد الفاصل نتحدث عن طرق انتقال المرض والعدوى. ابقوا معنا مستمعينا الكرام. صحتك بتهمنا، صحتك بتهمنا، برنامج طبي يهتم بصحتكم. نصائح طبية مع ضيوف مختصين في مجالات طبية مختلفة. صحتك بتهمنا كل أسبوع تمام الساعة 10 صباحا كل اثنين عبر ألوان. صحتك بتهمنا. معي أنا الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء الطبي. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجنا الطبي الأسبوعي صحتك بتهمنا. وضيف الحلقة اليوم الدكتور وليد داوود، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء الطبي ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في فلسطين. وموضوع الحلقة اليوم عن السل الرئوي بمناسبة اليوم العالمي للسل في 24 مارس من كل سنة. دكتور وليد، دعنا نتحدث قليلا عن طرق انتقال المرض، أو بالعربي اللي هي عدوى هذا المرض. احنا حكينا انه هو عبارة عن مرض معدي تسببه بكتيريا السل او الدرن، وطرق العدوى متعددة، ولكن اكثرها هي عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير المحمل ببكتيريا السل من المريض الى الانسان السليم، وهذا يسبب السل الرئوي. في هناك طرق اخرى لانتقال العدوى عن طريق شرب الحليب الملوث ببكتيريا السل، بكتيريا البقر اللي هي البوفاين تي بي، وهذا موضوع تاني. وفي كمان انتقال الميكروب عن طريق الجلد. نحن نعلم أن البكتيريا السل لا تستطيع اختراق الجلد السليم، ولكن إذا كان في جرح أو خدش فإن بكتيريا السل تستطيع أن تخترق الجلد، وهذا أكثر في الجزارين اللي بيكون عندهم البقر مصاب بالبوفاين تي بي. هذه هي الطرق الشائعة لانتقال العدوى. يعني لكن احنا بدنا نقول انه لو واحد عنده سل مش بالضرورة يكون انعاد من مريض، ممكن يكون البكتيريا موجودة عنده منذ الطفولة، بمعنى انه في شيء يسمى العدوى الأولية. العدوى الأولية انه كل الأطفال والمواليد في العالم كله بيتعرضوا لاستنشاق ميكروب السل أو بكتيريا السل في فترة في منذ الولادة، في أول سنة أو أول شهرين أو 3 حسب. إذن كل الأطفال متفقين أنه بياخدوا البكتيريا هذه. طالما الطفل هذا مناعته جيدة وصحته كويسة بيقضي على هذا الميكروب الجسم مباشرة. لكن في بعض الأطفال بيفضل بؤرة متحوصلة عليها ألياف، في 20% منها بيكون في بكتيريا السل بتضلها كامنة في الرئتين عنده وما بتعملوش أي مشاكل طول ما مناعته كويسة. في أي مرحلة عمرية بتقل المناعة تبعت هذا الشخص بينشط البكتيريا، بتنشط تاني وبتظهر على شكل سل رئوي. إذن مش كل واحد بيجي كبير في السن أو في سن معينة عنده تحليل البلغم إيجابي معناته أنه حد عداه. لا، في نسبة كبيرة جدا بتكون البكتيريا نشطت اللي أخذها في الطفولة، نشطت تاني وبدأت تعمل له السل الرئوي. إذن البكتيريا قد تكون العدوى من الإنسان مصاب فعلا وانتقلت للإنسان السليم عن طريق الكحة، أو إنه محدش عداه
منه في البكتيريا. هذه المعلومة لازم الناس تعرفها انه صار. والدليل على هيك انه صحيح هو مرض معدي، لكن الابحاث العالمية او الدراسات على مستوى العالم لو جبنا مخالطين لمريض عنده سل وشفنا كم واحد ظهر عليه المرض، بنلاقيها 3 إلى 5% فقط من المخالطين. وهذا هنحكي فيه في الطب الوقائي لما نعمل مسح للحالات. نعم دكتور، هذه معلومات رائعة وقيمة وجيدة. دكتور وليد، دعنا نتحدث قليلا عن أعراض المرض. الأعراض تاعت المرض هي أعراض ليست بالضرورة أنه تكون تي بي، بمعنى أنه أعراض عامة، يعني مش على الأعراض أنا بشخص تي بي. لكن هي بشكل مختصر هي ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان في الشهية، نقص في الوزن، تصبب عرق وسخونة في الليل، كحة مع بلغم، وقليل من المرضى ممكن يكون بلغم مدمم. لكن أنا بدي ألفت نظر المشاهدين أو المستمعين أنه البلغم المدمم لا يعني أنه هذا سل أو سرطان أو إشي، لأنه أكثر شيء بيسبب دم مع البلغم هي الالتهابات العادية الشعبية. لكن ما نخاف، يعني نسبة بس لو جبنا 100 واحد بكح دم يمكن نطلع 90 منهم التهابات شعبية عادية، فما يخاف المواطن من هذا الموضوع. لكن إحنا بدنا نلفت النظر إلى نقطة مهمة جدا، أنه ما هي الحالة المشتبه فيها. انه اي مريض بيزور طبيب الرعاية الاولية وبيشكو من كحة وبلغم لمدة تزيد عن 2 او اكثر ولم يستجب للعلاج، يجب ان يصنف حالة مشتبه فيها حتى يثبت العكس. بمعنى انه لازم يخضع لصورة اشعة للصدر، ومن ثم اذا كان هناك اشتباه في الاشعة بنعمل له تحليل بلغم لميكروب السل. نعم، تحدثت عن الأشعة والتحليل، هذه من إحدى طرق التشخيص للمرض. صحيح. في طرق تانية دكتور لتشخيص هذا المرض؟ بالتأكيد، يعني هو التشخيص طبعا بيتم عن طريق أخذ التاريخ المرضي. يعني مثلا أول نقطة من التاريخ المرضي قبل التحاليل أنه المريض هل أنت كنت مخالطا لمريض معروف لدينا أنه عنده سل ولا لا؟ نعم. أخوه، أبوه، أمه في البيت. إذا لو نعم. كان في بوزيتيف كونتاكت يعني هو مخالط، يبقى هذا يشير أصبع الاتهام، لكن مش بالضرورة. نمرة 2 الأعراض، إنه العيان عمال عنده أعراض وبكح وبروح من دكتور لدكتور وبياخد مضادات على الفاضي وما بيستجيبش للعلاج. نعم. إذن هذا مشتبه فيه. نمرة 3 الأشعة. الأشعة دائما بنسبة كبيرة بتحدد في اشتباه للتي بي ولا لا، عن طريق وجود تكهف أو فجوة في الجزء العلوي أو الفص العلوي من الرئتين. هذا يزيد قوة الاحتمالية. ومن ثم بنبعته على المختبر عشان يعمل تحليل بلغم لميكروب أو بكتيريا السل، وهذا يؤكد التشخيص. في بعض الحالات نحتاج إلى مزرعة للتأكيد، وفي بعض الحالات بتكون نحتاج إلى حاجة اسمها PCR أو الاختبار اللي بيعتمد على الDNA أو الأحماض الأمينية، وهذا نسبة حساسيته في التشخيص 100%. نعم. طيب المنظار له دور في الموضوع اكتشاف مرض السل أم لا؟ المنظار يعني هو مش مدرج ضمن برنامج مكافحة السل، لأنه إحنا لو قسمنا السل الرئوي حنقسمه إلى نوعين، اللي هو سل رئوي إيجابي نعم. للبكتيريا في البلغم، وسل رئوي سلبي للبلغم. بمعنى انه الايجابي خلصنا منه هذا. لكن امتى انا بشخص واحد سلبي؟ اذا كان عنده اعراض، عنده في الاشعة اشتباه قوي انه هذا تي بي، ما استجبش لادوية تانية، اذا هنا الطبيب يصنفه كسل رئوي سلبي البلغم وياخد علاج زيه زي الإيجابي بالضبط. في بعض فور أكاديميك انترست، إذا إحنا بدنا يعني نهتم أكتر، ممكن نعمل المنظار ونعمل مسحة أو لافاج بنسميها من الجزء المصاب عن طريق المنظار الشعبي. وهذه المسحة الأبحاث العالمية ورت إنه اللي كانوا سلبي بالبلغم 50% صاروا إيجابي بمسحة المنظار، وهذا يعني مثبت عالميا. يعني المنظار بيجي دوره في حال إنه طلعت البلغم نيجاتيف،
ولكن أنت في متأكد أنه في أعراض عندك السل؟ والله هو المنظار مش روتين. نعم. في بعض الحالات اللي مشتبه فيها، لكن لما الطبيب أخصائي الصدر يكون متأكد أنه هذه الصورة تاع التي بي والأعراض تاع التي بي وهذا، بيصنفه كنيجاتيف وبيبدأ له علاج. وبدي أقول لك حاجة كمان، حتى لو طلع بوزيتيف أو إيجابي في عينة المنظار يصنف سلبي القشع أو سلبي المخاط. نعم. ما يصنفش بوزيتيف برضه. لأنه إحنا بنقول سبيوتم بوزيتيف وسبيوتم نيجاتيف. هذا مش سبيوتم، هذا لافاج، فيصنف نيجاتيف وبياخد نفس العلاج. نعم دكتورنا، سنتحدث عن طرق العلاج بعد الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا الكرام. تمام. صحتك بتهمنا. صحتك بتهمنا، برنامج طبي يهتم بصحتكم. نصائح طبية مع ضيوف مختصين في مجالات طبية مختلفة. صحتك بتهمنا كل أسبوع تمام الساعة 10 صباحا كل اثنين عبر ألوان. صحتك بتهمنا. معي أنا الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء الطبي. أهلا بكم سمعي الكرام مرة أخرى في برنامجنا الطبي الأسبوعي صحتك بتهمنا. وضيف الحلقة اليوم الدكتور القدير دكتور وليد داوود، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء الطبي ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في فلسطين. وموضوع الحلقة اليوم عن السل الرئوي بمناسبة اليوم العالمي للسل 24 مارس. تحدث الدكتور وليد عن تاريخ المرض، وتحدث عن انتشار المرض عالميا ومحليا، وتحدث أيضا عن طرق انتقال المرض والعدوى، وتحدث عن أعراض المرض، أيضا عن تشخيص المرض وطرق العلاج. سنتحدث عنها الآن. دكتور وليد تفضل. بالنسبة لطرق العلاج طبعا خلينا نحكي عنها بشكل تاريخي زمني، يعني زمان كيف كانوا بيعالجوا السل والآن حديثا كيف صار العلاج. طبعا منذ آلاف السنين أو منذ فترة طويلة ما كانش في لسه أدوية حديثة ولا طرق حديثة. كان العلاج يسمى هيليوثيرابي. نعم. وهو عبارة عن 3 أشياء. أنه المريض بينحط في منطقة جافة، هواء فريش اير، هواء نقي وجيد التغذية، يديله تغذية غذاء غني بالبروتين، ويتعرض للشمس عشان فيتامين د والتئام الالتهاب. إذا الهيليوثيرابي هي عبارة عن فريش اير سانشاين اند جود نيوتريشن، هواء جاف جيد، غذاء جيد غني بالبروتين، وهواء نقي. بعد كده بدأت فترة علاجية أخرى اللي هي الكولابس ثيرابي. بمعنى إيش كولابس؟ إن أنا أخلي الرئة تنكمش، لأنه الرئة لقيت السل إيش عامل فيها؟ تكهف. التكهف هذا أنا بدي أسكره، الفجوة هذه بدي أسكرها أو أطبقها. بمعنى زي الجرح، إذا كان في حفتين للجرح لازم أقربهم من بعض عشان يسكروا ويلتئموا. فقالوا إحنا بدنا نخلي الرئة تنكمش، لما تنضغط بتطبق الكافيتي. فقالوا إحنا بدنا ندخل هواء في الغشاء البلوري حوالين الرئة، فبجهاز معين بإبرة ندخل الهواء حوالين الارتفيشال نيوموثوركس، بيضغط الرئة وبالتالي بتطبق الكافيتي أو الفجوة. وهذا العلاج كل أسبوعين بياخد له لتر هواء حوالين الرئة أو لترين لمدة 2 أو 3. طبعا الطريقة هذه مش فعالة كتير، وطبعا احنا بنذكرها للتاريخ وما عادش تستخدم خالص. نعم، استعملوها في الحرب العالمية الأولى لغاية يعني هي انتهت في 1950، انتهت من العالم. بعد كده اجا دور الجراحة، بدأ يظهر على السطح العلاج الجراحي في الستينات والخمسينات، عن طريق استئصال فص من الرئة أو أحيانا استئصال الرئة كلها حسب الحالة. برضو هذه ما كانتش ناجحة ولها مضاعفاتها، إلى أن بدأت تظهر الأدوية الفعالة من بداية 1952 و66 و67. في أدوية بدأت تظهر لها فعالية كبيرة في علاج السل، وبدأ يحصل شيفت وتنتقل العلاج من العلاج الجراحي إلى علاج الدوائي أو الكيميائي، وبدأ العلاج يظهر.
وبدأت المدة تكون 3 سنين، بعدين بدأت تنزل تدريجيا، صارت 2 سنين، بعدين 1 سنة، وفي النهاية حاليا 6 شهور فقط. طبعا العلاج هذا أدى إلى كتير حالات تحسنت وشفيت تماما من هذا المرض بعد أن كان مرضا فتاكا ليس له علاج في الماضي. نعم. هذه هي مراحل العلاج الحالية. طبعا العلاج أبو 6 شهور إحنا بندي 4 أدوية في أول 2 شهر، وبعدين بنكمل 4 شهور بدويين بس. وأهم شيء في العلاج الانتظام في العلاج، بانتظام، لأنه عدم الانتظام هذا يؤدي إلى مناعة، الميكروب أو البكتيريا بتدي مناعة وبصير مقاومة للأدوية، وهذا شيء يؤدي إلى مرض مزمن صعب علاجه. لكن هو النظام العلاج كان زمان عن طريق المستشفى والمصحات اللي موجودة في أطراف المدينة. الآن ما عادش التي بي أو السل يعالج في المستشفى، بل بالعكس صار يتعالج في البيت. المريض بيكون في البيت في المستوصف اللي تابع له سكنه، وبالتالي تحت الإشراف المباشر في نظام اسمه نظام الدوتس أو علاج قصير المدى تحت الإشراف المباشر. إنه المريض بروح على المستوصف، بنفتح له ملف وكرت في وحدة مكافحة السل، وبياخد ويبلع الدواء قدام عين الممرض، وبيسجل عشان يضمن إنه أخذ الدواء في مواعيده، ما يكونش فيه عدم انتظام في العلاج. نعم. دكتور، حدثنا عن الوقاية من هذا المرض. الوقاية طبعا بشكل عام، في وقاية عامة إن أنا أرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد أو مجتمع، لأنه معروف زمان أنه السل هو مرض الفقراء، مرض نقص المناعة، مرض سوء التغذية. إذن بهمنا نرفع المستوى الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي، يعني يكون مسكن جيد، التهوية، منع الازدحام، التغذية الجيدة مهمة جدا، الغني بالبروتين عشان جزئية المناعة، الابتعاد عن التوتر أو الاسترس. ثبت علميا أنه التي بي بيجي من الاسترس فقط، سواء في الدول المتحضرة أو الغير متحضرة، فالاسترس عامل مهم جدا في الموضوع هذا بشكل عام. لكن بشكل خاص في عنا لقاح الBCG أو التطعيم، أو ما يسمى إبرة الكتف، اللي كل الأطفال والمواليد بياخدوها منذ الولادة. هذه تطعيم عنا في فلسطين إجباري، وأن إبرة الكتف هذه ضد السل بتمنع حدوث الأشكال القاتلة من السل في الأطفال، لما التي بي مننجايتس والملياري تي بي، التهاب الأغشية السحائية، وهذا مرض قاتل. الحمد لله في فلسطين لا تسجل هذه الحالات بفضل ربنا قبل كل شيء. والBCG اللي يطبق إجباريا بنسبة 100% لكل المواليد. ولكن نذكر أنه هذا اللقاح لا يمنع أنه الواحد يجيله تي بي عادي. احنا بنقول فائدة اللقاح أنه بيمنع تماما الأشكال القاتلة، لكن ما بيمنع أنه الإنسان فيما بعد يجيله سل رئوي عادي غير قاتل. النقطة الثالثة اللي هي الوقائية، أنه لما إحنا بنشخص حالة سل رئوي وبتسجل عنا على طول، بدنا ننسى فريق الطب الوقائي. يقوم فريق الطب الوقائي بدوره الهام، وهو زيارة المريض وعمل فحص لكل المخالطين في المنزل وأصحابه كده، لغاية ما من أجل اكتشاف حالات مصابة قد تكون موجودة بين المخالطين. ومن ثم إذا كان واحد عنده حالة بنكتشفها بنعتبره حالة بندي علاج. إذا كان الاختبار الجلد اللي بنعمله له إيجابي وما بشكيش من إشي، بندي له علاج وقائي اسمه INH ل6 شهور عشان يمنع إنه يجيله تي بي فيما بعد. نعم. دكتور وليد، بصفتك مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في فلسطين، ما هي إنجازات البرنامج الوطني لمكافحة السل؟ أنت تعلم دكتور محمد أنه برامج مكافحة السل هذه موجودة في كل دول العالم. نعم. كل دولة في إلها ناشونال تي بي كنترول بروجرام، والبرامج هذه في إلها مدير لها الناشونال تي بي مانجر، وأنا بتشرف أن أكون مدير لهذا البرنامج من 15 سنة تقريبا.
حقيقة برامج مكافحة السل مهمة جدا، لأنه التي بي بيعتبروه مشكلة قومية، ناشونال بروبلم، مشكلة وطنية قومية، لأن السل كان يعني يطيح بالفئات المجتمع العاملة صغيرة السن المنتجة في المجتمع. وبالتالي تقوم الحكومات بتبني هذه البرامج وتقدم لها كل الدعم، وإحنا هنا في فلسطين وزارة الصحة قدمت لنا كل الدعم في هذا المجال. وسنة 2009 كان هناك قفزة نوعية في نشاطات برنامج مكافحة السل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكان في طبعا أنا بحكي على الضفة وغزة مش على غزة بس، كان في نشاطات يعني وبرنامج. أولا عملنا الخطة الاستراتيجية لمكافحة السل اللي هي الناشونال تي بي استراتيجيك بلان على 5 سنين من 2009 ل 2000 امتدت ل 2015 أو 16. الناشونال تي بي استراتيجيك بلان هي عبارة عن خطة لتطبيق برنامج تعليمي وتدريبي، وإن نوفر كل الإمكانيات اللازمة إنه يكون عندنا. إيش اللي عملناه؟ أول حاجة عملنا الناشونال تي بي بروجرام، ناشونال تي بي جايد لاينز اللي هو الدليل الإرشادي الوطني لمكافحة السل، وبتشرف أنا اللي أكون عملته بتكليف من منظمة الصحة العالمية وبموافقة وزارة الصحة، وأنا كمان صنفت كخبير إقليمي دولي في هذا المجال. فما كانوش جابوا واحد أجنبي عملنا إياه، أنا اللي عملته طبعا، وتمت موافقته من جنيف من WHO نعم ومن وزارة الصحة طبعا. بعدين عملنا مراكز أو وحدات مكافحة السل في 17 محافظة. احنا عندنا 12 محافظة في الضفة و5 محافظات في غزة. أصبح علاج السل مش في المستشفى، لا ما عادش كده، صار في وحدات مكافحة السل أو بنسميها تي بي مانجمنت يونت، في كل محافظة في وحدة واحدة. الوحدة هذه فيها طاقم طبي، الطاقم الطبي يشمل طبيب رعاية أولية وممرض وفني أشعة وفني مختبر. طبعا احنا عملنا خلال 5-6 سنوات اللي فاتت برامج تدريبية، ورشات عمل ممولة من WHO، وتم تدريب كوادر في مجال المختبر، في مجال الأشعة، في مجال الأطباء الرعاية الأولية، مش بس هدول اللي في وزارة الصحة، لا شملت كل شرائح الخدمات الطبية، المؤسسات الغير حكومية، الطب الخاص، وكالة الغوث، لأنه كل هذه الشرائح الطبية تندرج تحت مظلة البرنامج مع برنامج الوطني لمكافحة السل. وأدخلنا كمان أدوية السل الحديثة اللي هي مش موجودة في بعض الدول الشرق الأوسط، وموجودة عندنا أدوية حديثة للفيكس دوز كومباينيشن، تكون 4 أدوية في حبة واحدة، والحمد لله يعني لا تزال الأمور. نعم، شكرا لك دكتورنا القدير دكتور وليد داوود، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء الطبي ومدير البرنامج الطب الوطني لمكافحة السل في فلسطين. شكرا لك كثيرا على هذه الحلقة الرائعة الممتعة النافعة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم بصحة وعافية. كنت معكم أنا الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء الطبي. دمتم بصحة وسلام. شكرا. صحتك بتهمنا، صحتك بتهمنا، برنامج طبي يهتم بصحتكم. نصائح طبية مع ضيوف مختصين في مجالات طبية مختلفة. صحتك بتهمنا كل أسبوع تمام الساعة 10 صباحا كل اثنين عبر ألوان. صحتك بتهمنا، معي أنا الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء الطبي. برنامج صحتك بتهمنا برعاية العيادة التخصصية للأمراض الصدرية دكتور محمد عبد الله عبد المنعم، أخصائي وماجستير الأمراض الصدرية والربو ومناظير الرئة في مستشفى الشفاء ومجمع الصحابة الطبي. الكشف المبكر عن أمراض السدة الرئوية بأحدث الأجهزة الطبية. العنوان شارع عمر المختار، دوار السامر، عمارة الشوا، الطابق الثاني، بجوار محطة شعث للبترول. جوال 0595 81 21 81. تليفون 288 3636.
العيادة التخصصية للأمراض الصدرية. نهتم بصحتك. بصحتك.